سلام الله عليكم متابعي الكرام، سعيدة بلقياكم في هذا العرض الإخباري، وهذا أبرز عنوانه. وردنا الآن بلاغ جديد ومهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لكن قبل الشروع في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد. وإليكم التفاصيل. أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ موجه إلى كافة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المشار إليهم بالعمال غير الأجراء أنه بإمكانهم الاستفادة من مقتضيات القرار الوزاري رقم 03/2023 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023، والقاضي بالإعفاء الكلي من الغرامات ومصاريف تحصيل الديون، وذلك إلى غاية 30 يوليو 2023. وأوضح البلاغ أنه للاستفادة من هذه المقتضيات يتوجب على العمال غير الأجراء تسوية أصل الدين، إما عن طريق الأداء الكلي أو عن طريق اتفاق تسهيلات في الأداء قد تبلغ مدتها 24 شهرا، مضيفا أن الأداء الكلي يتم عن طريق الرابط الإلكتروني أو عبر شبكة مكاتب القرب المعتمدة. وفيما يخص العمال غير الأجراء الراغبين في تسوية أصل الدين عن طريق اتفاق تسهيلات في الأداء، أشار البلاغ إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بإحداث خدمة إلكترونية خاصة عبر بوابة ما سينيسيس. ومن جهة أخرى قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوضع رهن إشارة العمال غير الأجراء على موقعه الرسمي وكذا صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا ودليلا توضيحيا حول الإجراءات الواجب اتباعها للاستعمال الأمثل لهذه البوابة.